كنت بتفرج من شوية على حلقة محمود ياسين في برنامج ساعة صفا. اكتشفت إن الأستاذ محمود طلع أطيب من بهاء سلطان وكمال أبو ريا ومحمود الجندي. والله لقيت عنده آداب الخلاف مع الطرف الآخر، لكن بصمت وقوة إيمان. تعالوا نوضح أكتر. الأستاذ محمود اتكلم في البرنامج عن قصة خلافه الشهيرة مع المخرج يوسف شاهين بسبب فيلمه الاختيار. والقصة للي ما يعرفهاش إن محمود ياسين في أواخر الستينات وأوائل السبعينات كان وقتها لسه وجه جديد، ما عملش أي بطولة سينمائية. المهم، رن جرس تليفونه في البيت. مين؟ يوسف شاهين. عايز إيه؟ قال له بص يا محمود، أنا اخترتك تبقى بطل فيلم الاختيار. طبعا محمود وافق، طبعا طار من الفرح. بدأ يجهز نفسه للفيلم، فصل الملابس المطلوبة للدور، كله تمام. في نفس الأسبوع ده راح مكلمه المنتج رمسيس نجيب والمخرج حسين كمال عشان يعمل بطولة فيلم نحن لا نزرع الشوك. قال لهم بس أنا مرتبط بفيلم مع يوسف شاهين. قالوا له ما تقلقش يا حودة، تعالى بس امضي العقد، ولو يوسف شاهين اعترض تعالى ونقطع العقد سوا. تمام تمام. محمود ياسين راح ليوسف شاهين في اليوم التالي وقال له انه مضى على فيلم نحن لا نزرع الشوك، بس لو حضرتك عندك اعتراض هروح الغي العقد فورا. شاهين اتجنن، قال له انت لازم تروح تلغي العقد ده دلوقتي، ده انا احبسك، فاهم؟ فعلا راح محمود ياسين لغى التعاقد مع فيلم نحن لا نزرع الشوك، ورجع لشاهين قال له خلاص المشكلة اتحلت يا استاذ، لغيت العقد. يوسف شاهين بقى ولع السيجارة وحط السيجارة في بقه وقال له بقول لك ايه، انا كمان غيرتك، جبت ممثل تاني يعمل دور البطولة. طبعا الدنيا اسودت في وش محمود ياسين. يوسف شاهين طير له اول بطولتين في حياته، ما قالوش ولا كلمة، انسحب من المكتب بتاع يوسف شاهين في هدوء، خرج من عنده منهار. كل اللي قاله محمود ياسين لصفاء ابو السعود في وصف فعل يوسف شاهين انه ظلمه بس، لا تطاول ولا قلل منه ولا حتى قعد يبالغ في وصف مأساته زي ما بيعمل أي ممثل دلوقتي لو حصل معاه نفس الموقف. وقعد يشكر في اختيار يوسف شاهين للممثل اللي جابه بداله، وده كان عزت العلايلي، ويقول أخويا وحبيبي رغم إنه ما كلموش ولا استأذنه كعادة الزملاء في المواقف اللي زي دي لما حد بياخد دور من حد. المهم بيكمل محمود ياسين إن حسين كمال ورمسيس نجيب سامحوه وجابوه تاني لبطولة نحن لا نزرع الشوك، ونزل الفيلم وكسر الدنيا وبقى محمود ياسين نجم شباك. انطلق في السبعينات انطلاق زي الصاروخ النووي، ما كانش ملاحق على البطولات اللي بتجيله كأهم وأنجح ممثل مصري في السبعينات. وفي الوقت ده جاله يوسف شاهين تاني يعرض عليه فيلم من أفلام اسكندرية اللي عملها. فرصة بقى جات لمحمود ياسين عشان ينتقم، بس محمود ما عملش كده. بص بقى عمل ايه. اتصل بيوسف شاهين وقال له يا أستاذ، أنا بصراحة قريت الدور عدة مرات ومش فاهم السيناريو بالظبط. وجاب رفض الفيلم ان هو نفسه ما فهمش الفيلم، وبمنتهى التواضع جاب العيب في نفسه، ان عقله هو اللي ما قدرش يستوعب فن يوسف شاهين، مش العيب ان فن يوسف شاهين لا يفهم، عشان ينفي عنه الاتهام الموجه دائما ليوسف شاهين بانه متعالي على ذوق الجمهور. وبمنتهى الشياكه كتب له جواب اعتذار عن الفيلم بالمضمون ده. وطبعا ما اشتغلوش مع بعض تاني. ختم محمود ياسين كلامه مع صفاء ابو السعود بالتبجيل والتعظيم لفن يوسف شاهين، وانه كان نفسه يشتغل معاه وانه عالمي واستاذ الخ الخ الخ. وطبعا كل الكلام ده يخلو من اي شبهة تملق، لان ببساطة وقت البرنامج ده كان يوسف شاهين مات اصلا. شياكة يا محمود ياسين، طول عمرك الله يرحمك يا فنان.